السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنساتي ستاتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. النهاردة بقى احنا زهقنا من الطبيخ والغريف والتخديعة والتسبيكة والكلام ده كله. النهاردة جايلكم بطريقة عمل الحواوشي الاسكندراني على ابوه بأسهل أسهل أسهل طريقة. جبت كيلو لحمة مفرومة. جبت معلقتين زبدة، فلفل اسود، 7 بهارات، ملح، بصلتين، قرنين فلفل اخضر. دي مكونات الحواوشي. العجينة بقى: كيلو دقيق، كوباية لبن، ربع كوباية زيت، خميرة فورية، بيكنج باودر، علبة زبادي، رشة ملح، وربع معلقة سكر. ويلا بينا ندخل على الشغل. هنعمل العجينة الأول عشان تخمر على ما نبقى بعدين نعمل الحشو. كيلو الدقيق هحط كل المكونات على بعضها، اللي هي الدقيق، وهحط البيكنج باودر والخميرة، كل الحاجات النواشف على بعضها، ورشة الملح ورشة السكر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البيكنج باودر هحط معلقتين. الخميرة الفورية في الحر ده ما بتاخدش وقت، بترتفع على طول قوي، ما بتغيبش. يعني الناس بتحب التنوع بقى في الحر بالذات، ما بيحبش التسبيكة كتير وبيحبش الاكل السمين كتير. فنوعي طول الاسبوع، مش ضروري كل طول الاسبوع طبيخ، مش ضروري طول الاسبوع لحمه، سمك. يعني دخلي بقى بيتزا، دخلي حواوشي، المكرونه كده، يعني يبقى كده الدنيا ماشيه شايله بعضها، مع بطاطس محمره، بطيخ كده يعني. علبه الزبادي، ضفت علبه الزبادي، وهضيف بقى كله وهبدا اعجن، والدقيق، وربع كوبايه الزيت. انا خلطت في الاول الدقيق مع الخميره مع البيكنج باودر مع الملح مع معلقه السكر، كله في بعضه الناشف الاول، وبعدين بقى بدات احط الزبادي، وحطيت الزبده، وحطيت الزيت واللبن، وهنا ميه للعجن برضو لو احتاجت. لايك بوليز يا شباب، انساتي ستاتي، انتم مقصرين معايا في اللايك جدا على فكره. اعجن اعجن، قلب قلب. دي معلقتين الزبده يا دوبك ساحوا على النار. هقلب المكونات لحد ما تختلط، وبعدين انا هعجنها بايدي، يدي المغسولتين جيدا، عشان الجماعة بتوع اليع بيقولوا جلافز ومش جلافز. ايدك مغسولة احسن من 100 جلافز. اصلا طول ما انت واقفة في المطبخ انت ايدك تحت الحنفية عمالة على بطال اساسا. ونسمي الله ونشتغل على طول. انا هلم العجينة وارجع لكم تاني. لميتها اهو، بسم الله ما شاء الله في ايدك، شوفي ملبناية كده، ملبناية. العجينة اصلا كانت تتاكل حاف والله العظيم، لانها عجينه غنيه. يعني لو ليكي بيبي، طفل او عيل من عيالك ما بياكلش الزبادي هياكلها، ما بيشربش اللبن هيشربه، بس بطريقه غير مباشره. شغل ايدك احسن من شغل المحلات مليون مره. يا رب لو هتعملي العجينه وتحشيها جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، خلطه جبن كده وتعمليها خلطه خضار. هحطها بقى تخمر على جنب كده على ما اعمل لها الحشو. يلا بينا. حطيت معلقه زبده بشويه زيت. انا بحب الحواوشي، وجوزي وولادي بيحبوني اعصج اللحمه الاول قبل ما احطها في العيش. في اللي يحطها كده يخلطها كده ني في ني ويقوم عاملها، لا انا لازم اديها تشويحه كده في الزبده والزيت وريحتها كده تبقى حلو مستويه في العيش. قلبتها اهوت، وهضيف لها بقى اللحمه والفلفل الاخضر، تاخد لها تقلبتين كده، وهنزلها من على النار. والله كان طعمه خطير. سلي نفسك كنت بتتفرجي على الفيديو كده، دوسي اشتراك،
فعلي جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد. اللايك الجميل، ويا حبذا لو كومنت جميل زيك يبقى جامد جدا، يبقى انت كده عملت معايا احلى واجب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على الحبيب يا جماعه. الفلفل الاخضر على فكره تشويحه اللحمه مع البصل مع الفلفل الاخضر مع التوابل والحاجات دي بتبقى ريحتها طالعه جامده. ده 7 بهارات، فلفل اسود، ملح. هتقولي ما حطيتش قرنفل المره دي، اقول لكم خلص والله. جيت احط عندي ما لقيتش، انا بعشقه في اللحوم على فكره. خلاص كده بالنسبه لي كده تمام. هتقولي الفلفل لسه ما دبلش، لا انا بحبه كده لانه اصلا كده كده هيدبل، لان لسه هيخش مرحله سوا كمان وهيخش في الفرن. شوف العجينه ارتاحت خالص، شايفه في ايدي زي الملبن، ما بتشدش خالص، ما فيش مقاومه، طريه خالص في ايدي. هنقطعها بقى كور على حسب ما انت عاوزه بقى. الكور دي عايزه تعمليها 3 4، عايزه تعمليها على 5 على 10 حتت، براحتك. بس هي كده عشان يبقى خاطر الرغيف رقيق ما يكونش معجن. ولو هتحط الحشوه بتاعته طريه واللحمه طريه والبصل طري وكده، كل ما كان رقيق كان افضل عشان خاطر اللحمه تستوي والخضار اللي معاها يستوي. شايفاكي يا اللي بتشوف الفيديو تطلع من غير لايك ولا اشتراك، اشتركي بوليز وحطي لايك. ثم انت تخشي المطبخ ده مملكتك، ما تبقيش داخله متضرره وزهقانه، لا خشي كده وبدعي. حواوشي، مش ما انتش ماشيه على القران والسنه، لا اللي يمشي على بيتك اللي يحب بيتك وعيالك وجوزك اعمليه. مش ضروري هو يعني حاجه لازم تمشي على السطر بالظبط. هو فلفل اسود يبقى يمكن جوزك بيحب الاكل بالكمون، اعمليه بالكمون. بيحب الفلفل الاسود مثلا، اعمليه بالفلفل الاسود وجربي. يعني حطي بدل الملح مره، جربي كده وشوفي الدنيا معاكي عامله ايه. يعني في ناس ممكن تقولك انت عاملاها ده بتحط ني، لا انا بحبه انا اعمله معصج انا كده. فانت شوفي اللي بيتك بيحبه اعمليه، ما تربطيش نفسك بحد. نحن هنا كلنا على اليوتيوب وكل المنصات بنديكي افكار مش اكتر، وبننشطك للشغل مش اكتر، يعني بنديكوا دفعه للامام، طاقه ايجابيه، وانت وراحتك يا جميل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. انا حتى فضل مني لاخر 3 ترغيفه حواوشي حشيتهم جبن، ما فضلهمش حشوه لحمه مفرومه، حشيتها جبن والله كانت جميله، كانت دايبه دوب كده. انا حبيتها اكتر من اللحمه على فكره. الله اكبر، الله اعظم، لا عزة الا لا حول ولا قوه الا بالله. انا بلم الطروف على بعضها وهشكشكها بالشوكه عشان خاطر ما تقبش. شايفه الجمال ما شاء الله. العجينه مرتاحه وواخده كفايتها وعجينه غنيه جميله ما شاء الله، وبتتفرد معايا بسهوله، ما خدتش وقت والله. كل ده كله ما خدش نص ساعه. وهسيب لك كمان في صندوق الوصف طريقه عمل الزلابيه، هسيب لك الرابط بتاعه عشان خاطر التحلي بقى بعد الحواوشي. وفي كمان فيديو بلح الشام. كان حرفها متعص دقيق مش راضي يلف، دوختني على ما لفت. شايفه معاكسه ازاي. كنا نازلين نجيبوا لبس العيد، كل سنه وانتم طيبين يا رب، ربنا يجعله عيد سعيد عليكم يا رب وعليكم وعلى اولادكم. وقلت بقى انا اعمل ايه حواوشي في السريع النهارده للغدا كده مع ايه
بطاطس وبطيخ واناناس ونمشوا الدنيا. مين فيكم اللي نزل يجيب لبس العيد، ومين فيكم اللي اكتفى بلبس العيد الصغير؟ ده خلاص كده جهزته، حطيته في الصينيه وهحطه بقى في الفرن. خلاص كده انا سخنت الفرن من فوق ومن تحت، وهدخل الحواوشي. انت لو عندك اللحمه تحطها طريه في العيش في العجينه، تهدن الفرن، تخليه هادي عشان خاطر اللحمه اللي في قلبه تستوي. اما انا بالنسبه لي يا دوبك العجينه بس اللي تستوي، عشان خاطر كده كده اللحمه معصجه. بالهنا والشفا. وده كان الفاينل الاخير بعد ما طلع من الفرن. شايفه السمك؟ بسم الله ما شاء الله، اتاكل حاجه. بألف هنا وشفا. متنسوش اللايك يا جماعه، والاشتراك في القناه، وفعل جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مع السلامه، باي.